السلام عليكم. انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات مقارنات، وانا عارف ان انتوا بتحبوا فيديوهات المقارنات دي. دلوقتي احنا نعمل مقارنه ولاد العم. ليه بقى؟ لان الثلاث موبايلات دول من نفس الشركه الام BBK، الريلمي 11 برو بلس والاوبو رينو 10 5G والفيفو في 27 5G. الثلاث موبايلات دول جايين بفكر متقارب علشان يدولك تجربه كويسه في الفئه المتوسطه او الفئه المتوسطه العليا. خلينا بقى في فيديو النهارده ندقق كده ونشوف الفروقات الصغيره اللي موجوده ما بين الثلاث موبايلات دول ونعرف كل موبايل مميز فيه. قبل ما ابدا الفيديو انا حابب اكد عليك ان احنا عملنا ابديت لكل الموبايلات، لان الريلمي 11 برو بلس وصل له ابديت والفيفو في 27 5G وصل له اكتر من ابديت علشان يظبط شويه حاجات فيه. فخلينا في فيديو النهارده نعرف من الاخر مين اجمد موبايل فيهم. فزي ما انت متعود لايكك الجميل توقع مين الموبايل اللي هيكسب فيهم. يلا بينا نبدا المقارنه. نبدأ بالكاميرات. مهمة أكيد وأنت بتشتري موبايل فئة متوسطة عليا ب 15-16 ألف جنيه أو 350-400 دولار. الريلمي بيجي بكاميرا أساسية 200 ميجا بكسل بمثبت بصري، الأوبو بيجي بكاميرا أساسية 64 ميجا بكسل بدون مثبت بصري، والفيفو 50 ميجا بكسل بمثبت بصري. الرينو فيه ميزة إن تصوير البورتريه بيحصل عن طريق عدسة مخصصة 32 ميجا بكسل للبورتريه ل 2x مخصوصة ليه، والديجيتال زوم اللي بيوصل لحد 20x. إنما ريلمي وفيفو بيستخدموا العدسة الأساسية في البورتريه والزوم، والسيلفي 32 ميجا بكسل في ريلمي اوبو، اما فيفو فهو 50 ميجا بكسل. وسيبك خالص من ارقام، خلينا نشوف الاداء الفعلي. وحقيقي المنافسه في التصوير بالعدسه الاساسيه بين ريلمي وفيفو، لان اوبو اقل منهم شويه في المعالجه والتفاصيل والالوان. ولكن لما نصور بورتريه 2x الوضع الترندي اللي معظم الناس بتستخدمه دلوقتي في التصوير، هنلاقي ان اوبو متفوقه بالعدسه المخصوصه للبورتريه في كميه تفاصيل اكتر شويه. بس نركز مع بعض، معالجه صوره اوبو والبورتريه في النهايه كده مش حلوه، مش افضل حاجه، الالوان بهتانه والصوره حاسسها فيها اوفر شاربنس بشكل كبير قوي. انا اخدت تفاصيل اكتر، بس في النهايه المعالجه خلت الصوره مش افضل حاجه. ميال انا هنا لصور بورتريه ريلمي وفيفو. الفيفو بيعزز الوان الصور حبتين 3 4 زياده. لو بيعجبك لوك الصور المتلون بزياده فهيعجبك الفيفو. اما ريلمي فبعد اخر تحديث وصل للكاميرا فتعزيز الالوان الاوفر هدي شويه ويطلع صور متوازنه في البورتريه بشكل كبير. يعني انا هنا رايي في البورتريه ريلمي وفيفو ثم اوبو، بس هي اذواق. قول لي انت رايك ايه في البورتريه. نرجع للعدسه الرئيسيه تاني. الدايناميك رينج في اوبو مش الطف حاجه، فيفو احسن دايناميك رينج بس كالعاده بيحزز الالوان بالزياده، وريلمي في النص من ناحيه الدايناميك رينج والالوان. السيناريو ده بيتكرر في معظم الصور اللي صورتها. انا صورت كتير قوي وعرض لك بعض الصور، مش كل اللي صورته اكيد علشان وقت الفيديو، بس النتيجه زي ما وضحت لك. فيفو تعزيز الالوان زياده قوي مع دايناميك رينج جميل واصفرار شويه في الصور. ريلمي تعزيز متوسط للالوان مع دايناميك رينج مقبول. اوبو اقل واحد في المعالجه لما يتحط وسط ولاد عمه. الصوره دي كنت بجرب العزل الطبيعي بتاع الموبايلات، هي مش صوره بورتريه، صوره عاديه ومقرب قوي عشان يعزل. لقيت احسن واحد ريلمي ثم الفيفو ثم الاوبو، طبعا عشان السنسور الاكبر الموجود في ريلمي. وتعالوا بقى نجرب الزوم سوا. احسن واحد في الزوم البعيد ال 20x هو اوبو علشان في عدسه مخصصه للزوم. ريلمي بيعمل زوم 20x برضه بس بتفاصيل اقل لانه بيستخدم الكاميرا الرئيسيه. اما فيفو فهو اخره 10x بس وتفاصيله متوسطه. ندخل بقى اضاءه داخليه ونرجع تاني للبورتريه ال 2x، وهنا اكتر صوره عجبتني صوره ريلمي ثم فيفو والمركز الاخير اوبو علشان المعالجه. اما الصوره دي مفيش فرق كبير، يمكن اوبو جايب تفاصيل اكتر حاجه بسيطه قوي في الدقن، بس في الاخر مش هتاخد بالك من الفرق. الصوره دي بقى كل موبايل ملون بطريقه شكل عشان كنت منور شويه الوان ورا في الخلفيه صعبه شويه. يمكن اكتر لون مقبول الاوبو واكتر تفاصيل في ريلمي. نقلل الاضاءه شويه ونصور برده بورتريه. 3 موبايلات قريبين من بعض. فيفو بيلون البشره بزياده، اوبو بيفتحها بزياده، ريلمي في النص معقول. نبدا بقى نشغل النايت مود، وهنا هنركن اوبو على جنب لان اداؤه اقل بشكل ملحوظ في النايت مود. الخناقه بين ريلمي وفيفو. فيفو تلوينه لصور النايت ممكن يكون احسن شويه من تلوين ريلمي، ولا انت شايف ايه؟ مهم جدا اعرف رايك، انهي صور عجبتك اكتر بالكاميرا الخلفيه، ريلمي ولا فيفو ولا اوبو؟ اما السيلفي ففيفو متفوق شويتين بالعدسه ال 50 ميجا بكسل باوتو فوكس بتطلع صور سيلفي بالوان احلى. اوبو الصور بهتانه قوي، وريلمي صور السيلفي اللون الاسود زايد شويتين فيها. السيناريو ده بيتكرر في كل الصور تقريبا. هتلاقي فيفو الوان في حته لوحده في السيلفي، ريلمي وراه بالوان مش معززه قوي لو انت مش بتحب وشك يكون متلون، واوبو بيفتح البشره بزياده ويخليك ناصع البياض، الستايل اللي مش بيعجبني بس بيعجب ناس كتير عشان بيمسح تفاصيل الوش. بس اللي اكيد ان في الاضاءه القليله اوبو اقل واحد في السيلفي والتفاصيل بتقل كتير، والمنافسه بتكون بين ريلمي وفيفو. اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. وده كده بقى تصوير بالكاميرا الخلفيه بتاعه الريلمي 11 برو بلس. بنصور على 4K 30 فريم في الثانيه في السيت اب بتاعنا. نشوف كده الموبايل ده
بالنسبه للموبايلات اللي بعدها. وده كده رينو 10 5G اللي برضو بيصور 4K 30 فريم في الثانيه. هنشوف بقى هل الرينو 10 بيقدم اداء متقارب من تصوير الفيديو من الريلمي 11 برو بلس. الاثنين بيجوا بنفس البروسيسور ولكن العدسه مختلفه، هنا عدسه 64 وفي الريلمي عدسه 200. وده كده اخر موبايل معانا، الفيفو في 27 5G اللي بيجي بقى بعدسه 50 ميجا بكسل مختلفه شويه عن العدستين الموجودين في ريلمي اوبو، وبرده بيصور 4K. وده كمان مميز ان هو بيصور 4K بالكاميرا الاماميه والخلفيه، وهو جامد في تصوير الفيديوهات. فهنشوف كده هل تفوق عليهم ولا لا. ده كده سيلفي بقى بالريلمي 11 برو بلس اللي هو سيلفي مميز شويه في ان انت بتصور فيديو على العدسه العاديه دلوقتي بتاعت السيلفي، او ممكن اوسع زاويه التصوير علشان يبقى معايا عدد اكبر، مثلا لو بصور فيديو سيلفي بس 1080 مفيش 4K. وده الرينو 10 5G اللي هو هنا بقى مفيش ان انا اغير في الزاويه بتاعه تصوير الفيديو، هي زاويه واحده بس. حاسسها بصراحه ان هي واسعه شويه، بس حاسس ان انا البشره بتاعتي افتح شويه من الريلمي 11 برو بلس. ولكن خلينا نشوف في الفيديو النهائي. وبرده الفيديو 1080 للاسف مفيش 4K. وده بقى الفيفو في 27 اللي هو مميز في ان السيلفي بتاعه فيديو 4K 30 فريم في الثانيه. بصراحه شايف ان الكواليتي ممتازه بالنسبه للموبايلين اللي لسه مصور بيهم. بس خلينا برضو نشوف في النهايه كده مين الافضل في تصوير فيديو سيلفي. هنا الزاويه مش واسعه قوي زي موبايلين تانيين عشان طبعا بيعمل كروب شويه في ال 4K. دلوقتي انا عامل لك فيديو مقارنه جامد جدا، اكيد تتاكد ان انت عملت لايك جميل. ليه بقى؟ لان اللايك ده بيفرق وبيخلي فيديوهاتنا توصلك على طول. واكيد تتاكد من زرار السبسكرايب وان انت مفعل زرار الجرس علشان تكون اول واحد بتشوف الفيديوهات الجديده بتاعتنا. نشوف التصميم. ريلمي 11 برو بلس اللون الاسود اللي معايا، الظهر بلاستيك مصنفر بس في منه نسخ اشيك واحلى، جلد اخضر او بيج. في الشياكه بصراحه اكتر بكتير من اللون الاسود. التخانه بتاعته 8.7 مللي، وشكل الكاميرا الخلفيه في دايره كبيره بارزه عن جسم الموبايل. الاوبو رينو 10 بيجي بظهر ازاز مصنفر مع تخانه 8 مللي، وشكل الكاميرا الخلفيه بتاعته شيك مش بارزه قوي ومحطوطه وسط فريم الومنيوم. اما الفيفو في 27 بيجي بظهر ازاز متغير اللون، يعني اللون اللي معايا ده سماوي في الشمس بيقلب كحلي، وهو ارفع واخف واحد فيهم، تخانه 7.4 مللي، والكاميرات مش بارزه قوي ومحطوطه في فريم الومنيوم. مساله التصميم اذواق، انا ممكن يعجبني حاجه وانت يعجبك حاجه. قول لي مين التصميم اللي عاجبك اكتر. الشاشات بقى، الثلاث موبايلات بشاشات كيرف، فلو انت مش بتحب الشاشات الكيرف فاولاد العم مش هيناسبوك. الريلمي والاوبو 6.7 بوصه، الفيفو اكبر حاجه بسيطه 6.78 بوصه. الثلاث شاشات اموليد بصب سيلفي فول اتش دي بلس بتردد بيوصل ل 120 هرتز، داعمين للاتش دي ار 10 بلس. وحقيقي مفيش فرق جوهري فعلي بين اداء الثلاث شاشات، ادوني تجربه متقاربه جدا. تقدر تعزز وتغير الوان الشاشات براحتك من اعدادات الثلاث موبايلات. بس في ريلمي وفيفو عندك برو مود اللي بتقدر تطلع منه الوان احسن شويه، اوبو ما فيهوش الميزه دي. لقيت برضه مشكله في اوبو كده في اليوتيوب، في بعض الفيديوهات بيكون في اصفرار في الشاشه شويه، وده بيتسبب في تقليل السطوع. اتوقع هتتحل في ابديت، ولكن مش في كل الفيديوهات. معظم الفيديوهات هتلاقيها شغاله عادي، والثلاث موبايلات هيدوا لك تجربه متقاربه جدا من ناحيه الالوان والسطوع. والسطوع هنا انا بتكلم سواء في اضاءه داخليه او تحت الشمس. ثلاث موبايلات زي بعض تقريبا، يجوا لسه ورا السامسونج A54 من ناحيه السطوع الفعلي. والثلاث موبايلات بيجوا في العلب متركب عليهم سكرينات لحد ما تشتري سكرينه احسن لو قررت تشتري واحد فيهم. نيجي للاداء، ريلمي واوبو بمعالج دايمنسي 7050 6 نانو، اما فيفو بمعالج اقوى دايمنسي 7200 4 نانو. ريلمي وفيفو بيجوا بذاكره تخزين اسرع يو اف اس 3.1، اما اوبو جاي بذاكره تخزين ابطا يو اف اس 2.2. وانا مأكد عليك اني محدث الثلاث موبايلات على اخر سوفت وير. فيفو كنت بعاني معاه في تقطيع شديد في الواجهه، بصراحه بعد اخر ابديت التقطيع قل كتير، وفتح وقفل البرامج الانيميشن ما بقاش سخيف وتقيل زي الاول. فماشي، لما نعمل بقى سبيد تيست بين الثلاث موبايلات هنلاقي ان الثلاثه متقاربين. يمكن اوبو وريلمي لسه اسرع شويه من فيفو في سرعه فتح البرامج، بس حقيقي يعني ولا واحد فيهم هيزعلك في الاداء الفعلي. يمكن انا هميل اكتر لكالر او اس او ريلمي يو اي، لان هم هيكونوا اسلس وانعم شويه من الفان تاتش بتاع فيفو حتى بعد التحديث. بس هي في الاول وفي الاخر تفضيلات شخصيه، ممكن انا احب واجهه كالر او اس او ريلمي، انت تحب واجهه فان تاتش. الثلاث موبايلات مش بيسخنوا قوي
لما تضغط عليهم، وتقليل التردد بتاع المعالجات بتاعهم بيكون في المقبول. اما لو هتلعب لعبه تقيله زي بابجي فهتلاقي نفس الفريمات اكستريم، بس الفرق بقى ان فريمات فيفو هتكون مستقره اكتر علشان المعالج الرسومي اقوى. ريلمي وفيفو زي بعض، مش وحشين، كويسين جدا على فكره، بس يجوا ورا الفيفو. بصمه الثلاث موبايلات تحت الشاشه، والثلاثه ولاد عم صراع جدا ما فيهمش ولا غلطه، والثلاث موبايلات بيجوا باحدث اندرويد 13 كل واحد على وجهته. الثلاث موبايلات فيهم مايك اضافي لعزل الدوشه، والاوبو فيه سنسور اي ار زياده مش موجود في بقيه الموبايلات. ثلاث موبايلات برضو فيهم ان اف سي واولويز اون ديسبلاي. ريلمي واوبو صوتهم استيريو، اما فيفو صوته مونو للاسف. كقوه صوت اوبو اعلى صوت، وراه على طول ريلمي، اما فيفو للاسف صوته ضعيف مقارنه بولاد عمه. تلعبها من غير نت عشان لو باقتك خلصانه، والله تلعبها مع اصحابك، لو مجموعه جديده من العاب جديده جامده جدا. يلا لايك الجميل وتعالوا نبدا حلقه جديده من 5 تريك. والثلاث موبايلات للاسف ما فيهمش مدخل سماعات 3.5 مللي، بس فيهم مستشعر تقارب شغال ومظبوط في الثلاث موبايلات حقيقي هاردوير بدون ولا غلطه. والثلاث موبايلات قوه شبكات الواي فاي والاتصال ممتازه لاقصى درجه، ولا غلطه يا باشا. نيجي للبطاريات، ريلمي 5000، اوبو 5000، فيفو 4600. وبعيدا عن الارقام، الثلاث موبايلات ادائهم الفعلي في البطاريه كويس جدا، هيكملوا معاك يوم كامل من الاستخدام المتوسط بدون مشاكل. هتحتاج تشحن الموبايل الطبيعي بتاعك اخر اليوم قبل ما تنام، ولكن الشواحن مختلفه. ريلمي معاه اسرع شاحن 100 واط، اوبو 67 واط، فيفو 66 واط. ريلمي هيشحن معاك تقريبا في اقل من نص ساعه، اما الاوبو والفيفو فهيشحنوا معاك تقريبا في ساعه الا ربع. بالنسبه للاسعار، الريلمي 11 برو بلس نسخه 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر حوالي 15000 جنيه. اما الاوبو رينو 10 5G فهو نسخه 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 15000 جنيه. اما الفيفو في 27 5G فهو اغلاهم 256 جيجا 8 جيجا رام بسعر حوالي 17500 جنيه. الثلاث موبايلات ينفع تركب شريحتين اتصال، ولكن الرينو مميز في ان هو ينفع تركب شريحتين اتصال او شريحه وكارت ميموري. قبل ما اقول رايي عاوز بس افهمك حاجه في موضوع الضمان. الريلمي 11 برو بلس كان موجود ضمان دولي، هو دلوقتي لسه زي ما هو ضمان دولي، ولكن انت لما بتشتري الموبايل خلاص تقدر توديه التوكيل في مصر بدون اي مشكله، ولكن لازم يبقى الموبايل ده مش جاي من الصين او الهند. اتاكد من السيريال نمبر ان الموبايل ده ولا صيني ولا هندي، لان الموبايلين دول ما بيدخلوش الضمان. اي موبايل تاني تبع ريلمي زي ال 11 برو بلس اللي في ايدي ده ينفع يدخل الضمان عادي وتصلحه بدون اي مشكله. فتقدر تشتريه بقى من السعوديه، تقدر تشتريه من الامارات، تشتريه من مصر، من اي حته. اتاكد بس ان هو مش صيني ومش هندي، والموبايل هيعتبر بضمان. اما رينو 10 5G فلسه اوبو ما قالتش ان هي بتضمن الموبايلات الدولي، فالموبايل ده موجود ضمان دولي. اما الفيفو في 27 5G فالموبايل ده نسخه صنع في مصر وطبعا بضمان محلي، ولكن هو اغلى من الموبايلين التانيين شويه. رايي النهائي بقى بعد ما شفنا وتعمقنا كده في الثلاث موبايلات دول، الثلاث موبايلات هيدولك تجربه كويسه جدا، بس الريلمي 11 برو بلس يجي في المركز الاول بالنسبه لي. ليه؟ الوحيد اللي بيجي باعلى مساحه 512 جيجا مع اعلى رام 12 جيجا مع اسرع شاحن فيهم 100 واط، والموبايل يعتبر خلاص دلوقتي بضمان مش زي اوبو، وما فيهوش اي نواقص او عيوب كارثيه ترخم عليك التجربه، سواء شاشه او اداء او كاميرات اللي متوازنه بشكل كبير، وهي كانت سادة مع فيفو في الكاميرا الخلفيه. اما الفيفو في 27 5G هيكون في المركز الثاني بالنسبه لي، لانه اغلى شويتين ثلاثه من ريلمي، فرق سعر حوالي 2000 جنيه. فيفو اغلى بس كاميراته احسن في السيلفي، خصوصا كصور وفيديو 4K. كمعالج رسومي واداء في الالعاب الثقيله هيكون احسن شويه، ولكن للاسف الصوت المونو عيب رخم فيه مقارنه مع ولاد عمه. لو كان ستيريو وارخص شويه كان هيكون الاختيار الاول بالنسبه لي، ولسه برضه هو مش اسرع واحد فيهم من ناحيه سرعه فتح البرامج. اما رينو 10 5G يجي في المركز الثالث، موبايل مش وحش برضه، بس هو اضعفهم في الكاميرات خصوصا في الاضاءات الضعيفه والسيلفي. ذاكره تخزين ابطا UFS 2.2 وضمان دولي، واوبو ما حددتش لسه موقفها منه. يمكن اكتر حاجه مميزه فيه هو الصوت الاستيريو، هو ريلمي ستيريو برضه، بس الرينو اعلى تقريبا ب 10%، وهو الوحيد اللي فيه سنسور IR. دلوقتي انا خلصت الفيديو، احب اشكرك جدا لو انت وصلت للنقطه دي. اكيد تتاكد ان انت عملت لايك لو ما عملتش الاول، وتكتب لي كومنت بقى وتقول لي ايه رايك في الثلاث موبايلات دول بعد ما شفت المقارنه الكامله ما بينهم. تختار انهي موبايل فيهم لو انت ناوي تشتري موبايل في الفئه المتوسطه، واكيد تتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب لو تشوفنا على اليوتيوب. اشوفك في حلقه جديده من حلقات موبيزل. كان معاكم احمد سعيد، سلام.